النهارده ان شاء الله هنعمل حاجه سهله واقتصاديه ومكونات بسيطه جدا واقتصاديه جدا، وتنفع جدا لكل المبتدئين اللي بيبوظوا الحاجات يقدروا يعملوا النوع ده من البسكوت. سهل ومكوناته في كل بيت، وفي نفس الوقت سهل وكيوت وينفع حلو قوي جنب كوبايه الشاي، كوبايه اللبن. بيتحضر في 5 دقايق 10 دقايق بالكتير، وان شاء الله الحياه تبقى سهله وبسيطه. اللي مش مشترك معايا في القناه يا ريت تشترك، ولو ما عملتوش لايك يلا اعملوا لايك، ويلا نبدأ بالمكونات. اول حاجة هنجيب طبق وهنحط فيه 2 بيضة، وبعدين هنزل عليهم بكوباية الزيت بالشكل ده. طبعا المقادير دي كلها هتكون موجودة في صندوق الوصف. وبعدين هحط كيس بيكنج، كيس فانيليا بالشكل ده، وهحط كوباية سكر مطحون بالشكل ده. والمكونات على فكرة ممكن تحطوا مكونات، يعني لو قليل شوية اكتر شوية مفيش مشكلة، يعني مش لازم تبقى بالظبط بالظبط. وهنزل باول كوباية دقيق، وهبتدي ادوب كل المكونات مع بعض. وبعدين هنزل عليهم تقريبا معلقة ونص بيكنج باودر. بس هي دي المكونات، وتقدري تعمليها في 5 دقايق 10 دقايق وتشكليها وتحطيها في الفرن وتاخديها مع كوبايه الشاي، تبقى طعمها حلو قوي. وهوريكم طريقه التقديم هتبقى حلوه قوي. دلوقتي انا نزلت هنا تاني بكوبايه دقيق بالشكل ده، وهبتدي برضو اقلب تاني كويس. بنزل بالدقيق واحده واحده، ما بنزلش بيه كله مره واحده. وادي تالت كوبايه دقيق بالشكل ده، برضو هبتدي اقلب كويس بالسباتيولا. دخلت كده المواد الجافة مع السائلة اللي حطيناها في الأول، ونقلب كله كويس قوي مع بعضه لحد ما يتخلطوا وتبقى العجينة ملمومة مع بعض. وأقدر كمان ألمها بإيدي في الآخر لحد ما أقدر أشكلها. أنا بعد ما عملت قلبتها لقيت إن أنا لسه محتاجة كمان نص كوباية دقيق، يبقى أنا حطيت 3 كوبايات دقيق، 3 كوبايات دقيق ونص. تمام، لحد ما الاقي العجينه ما بتمسكش في الاسباتولا. وهقلب كويس قوي. دلوقتي هبتدي اشتغل بايديا. في ناس بتحب تحط كمان قطعه زبده هنا مع المكونات، برضو ما فيش مشكله، نقدر نزودها، بتدي طعم وريحه حلو قوي وبديل حلو قوي بالشكل ده. بعد ما عجنتها كويس قوي بايديا، هي ما بتاخدش وقت خالص، هبتدي اقسمها جزئين. جزء هيبقى بالفانيليا، والجزء التاني هزود عليه الكاكاو. انت عايزه تزودي بشر برتقال مفيش مشكله، عايزه تزودي بشر ليمون برضه مفيش مشكله، الطعم اللي انت عايزاه. انا حبيت ان هو ازود الكاكاو بالشكل ده. هحط تقريبا معلقه ونص كاكاو، معلقه صغيره يعني بالشكل دوت. وهبتدي اعجنها برضو في العجينه كويس قوي. يا بنات اللي لسه مشتركش في القناه يا ريت تشترك، وعشان خاطر الوصفه الحلوه دي كمان يا ريت تعملوا لايك ونشير الفيديو ده مع اكبر عدد من حبايبنا عشان يوصل لكل الناس. خصوصا ان احنا في موسم المدارس بقى، والولاد وهم نازلين الصبح عايزين حاجه مع كوبايه الشاي، فحلو قوي البسكوت ده، هينفع وجميل قوي واقتصادي ومش مكلف خالص خالص خالص. تمام، بعد ما قلبت النص التاني بالكاكاو، هبدا بقى اجيب ايه الصوص بتاعي اللي هبتدي افرش عليه هعجن واحط البسكوت عليه بالشكل ده. هشكله، هاخد قطعة صغيرة خالص من العجينة وهقلبها بايديا كده اهوت، اعملها كده اهوت دورية او كورة صغيرة خالص كده، ما تكتروش، لازم القطعة تبقى صغيرة خالص عشان كده كده هيكبر شوية في الفرن. ونحاول نسيب المسافة ما بين كل بسكوتة والتانية. وبعدين بعد ما شكلناها بايدينا هنحطها في السكر بالشكل ده. السكر هنا بيديها طعم حلو قوي برضو، وبالنسبه برضو بيبقى شكلها حلو ومخرفش كده وجميله. خصوصا ان الكوبايه السكر اللي احنا حطيناها في الاول مش هتخلي البسكوت مسكر قوي معاكي، فديت برضو ما تحطي البسكوته في السكر كده برضو ايه بتديها سكاره كده جميله وقرمشه برضو. دلوقتي انا هكمل بقيه الشكل سواء بالفانيليا او بالكاكاو بالشكل ده. بسرعه بسرعه بسرعه. النص كيلو دوت، ال3 كوبايات ونص تقريبا، نص كيلو دقيق عملوا معايا تقريبا صاجين مليانين على الاخر، صاجين في الفرن مليانين على الاخر. ده الصاج الاولاني اهوت. هنبتدي بقى بعد ما خلصته هبتدي اعمل ايه، اعمل شكل عليه. انا جبت دلوقتي كلنا عارفين طبعا عصارة البرتقال، انا جبتها واحاول اعمل نجوم كده بالشكل ده عليها حاجة كده بسيطة من فوق، ده شكل. وفي شكل تاني برضو ممكن نعمله. انا جبت المعلقة
برضو بلاقيها على شكل بسكوتات بنجيبها من بره بالشكل ده، وتعملي عليها كام هلال كده بالشكل ده. هنشكل كل البسكوتات بتاعتنا. خليكم معايا يا بنات للاخر عشان تشوفوا البسكوت السكر الجميل دوت بقى شكله عامل ازاي. حاجه كده حلوه وجميله وسهله والطعم يعني مفيش احلى من كده، واقتصاديه جدا. اللي لسه ما اشتركش معايا يا بنات يا ريت يشترك في القناه ويشير لحبايبه الطريقه ديت عشان يدعوا له ويدعوا لي. ويا ريت نعمل لايك برضو بالشكل دوت. انا هنا هبتدي خلاص خلصت كل البسكوتات بالشكل ده، حطها في الفرن يا دوبك من 10 دقايق ل 15 دقيقه. وانت بقى حاولي تمسكي ترفعي البسكوته كده بالمعلقه كل وقت والتاني علشان تشوفي ايه استوت ولا لا، عشان ما تتحرقش منك بالشكل ده. بصوا بقى شكلها بقى عامل ازاي، حاجه كده حلوه قوي في منتهى الجمال. من بره مقرمشه ومخرفشه ومسكره، ومن جوه قلبها ايه طري وجميل قوي، تدوب في البق دوب كده. هتعملوها هتعجبكم قوي. قولوا لي ايه رايكم يا بنات، والى اللقاء في فيديو جديد. باي باي.